تخيل هناك بلد لديه منشآت رياضية جد متطورة، وقام بتنظيم الشان، وكان أحسن بكثير من نهائيات كأس إفريقيا وليس الشان. كلام موتسيبي. رغم كل ذلك حيدوا ذلك البلد ومنحوا شرف التنظيم لبلد وضع أمامهم مشاريع على الورق أما العالم الآخر فسيتكفل في السنوات القادمة بحملات التشويه. يعينك يا حفيظ الدراجي، الله يعينك يا حفيظ الدراجي. السلام عليكم احبتي في الله، اينما كنتم في اي مكان دمتم بصحه وعافيه. في الفيديو انا ما غاديش نعطي الراي ديالي، غادي نوريكم بعض مقطعين. مقطع ديال واحد الاعلام سعودي اللي شكر المملكه المغربيه وكذلك شكر الانجازات اللي تديرها المملكه السعوديه على احتضان كاس العالم، وفي نفس الوقت دير واحد الاشاره ان الصحافه الجزائريه او العالم الاخر بطريقه غير مباشره انهم غادي يبقاو يتحدثوا يطيحوا بالامكانيات ديال المملكه المغربيه والامكانيات ديال المملكه السعوديه، رغم انهم غاديين في واحد التطور. وكذلك غادي نشوفوا الاعلام، غادي نشوفوا كذلك الاعلام الجزائري او بالاحرى جريده الشروق اشنو تتقول حول هذا الانجاز هذا. يلا الاخوان بلا ما نطولوا عليكم الفيديو، تبعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر وخليوا لنا التعاليق ديالكم. المغرب ينال شرف احتضان كأس العالم 2030 مع اسبانيا والبرتغال، وبعدها المملكة العربية السعودية ستحتضن طبعا نسخة 2034. أما العالم الآخر فسيتكفل في السنوات القادمة بحملات التشويه. يعينك يا حفيظ الدراجي، الله يعينك يا حفيظ الدراجي. ضربتين بالراس توجع من السعودية والآن مع المغرب. فرحانين والله فرحانين بالسعودية والمغرب أن كأس العالم في السعودية وكأس العالم كذلك طبعا في المغرب، طبعا مشترك مع اسبانيا والبرتغال. وفرحانين والله العرب والخليجيين بشكل عام من المحيط الى الخليج فرحانين بهذه الاستضافات يا حفيظ الدراجي. اما انت لا. تخيل هناك بلد لديه منشآت رياضية جد متطورة، وقام بتنظيم الشان، وكان أحسن بكثير من نهائيات كأس إفريقيا وليس الشان. كلام موتسيبي. رغم كل ذلك حيدوا ذلك البلد ومنحوا شرف التنظيم لبلد وضع أمامهم مشاريع على الورق وليس ملاعب جاهزة. لذلك